دلوقتي بقى احنا خلصنا اهم الكلمات اللي موجودة في اليونت واهم حروف الجر واهم التعبيرات وكل ده. طب انا دلوقتي عايزة اخش على اهم دروس الجرامر، اهم الجرامر اللي عندي في اليونت. ايه هو؟ قال لي انك تتكلمي عن الفيوتشر. ايه هو الفيوتشر؟ عن المستقبل. وعندك هنا في اليونت هيقولك ان في 3 حاجات ممكن اتكلم بيهم عن المستقبل. انا بقى عايزة اقولهم لك على رواقة. تعالى كده مع بعض هنسكيب كده دول دلوقتي وهنشرح دلوقتي على رواقة سوا. قال لي هنا الفيوتشر المستقبل. فيوتشر يعني ايه؟ يعني المستقبل. طيب انا بتكلم عن المستقبل ازاي؟ قال لي هتتكلمي عن المستقبل ب3 حاجات. ماشي لحد دلوقتي؟ ادي 1 2 3. طيب وبعدين؟ اول حاجة هتستخدم كلمة will والinfinitive. دي أول طريقة هتكلم بيها عن المستقبل بإيه؟ بويل والمصدر. infinitive يعني مصدر، will معناها سوف. طب الطريقة التانية قال لي هتستخدمي be. مين be ده؟ be ده اللي هو verb to be، اللي هو فعل يكون. هنعمل كده، هنكتب be في circle كده فوق. دي كده في الانفينيتيف، ده أصل الفعل. في المضارع بيبقى ليه 3 أشكال اللي هم am وis وare. وفي الباست او في الماضي am وis بيتحولوا لwas وare بتتحول لwere. تمام؟ وانا هنا will عايزاها في الانفينيتيف بعدها، عايزه الفعل بعدها في المصدر، فانا هختار مين؟ اكيد هختار be. طيب يبقى هنا كمان عندنا هنستخدم be اللي هو verb to be اللي هما مين؟ am وis وare. طب وبعد كده هنروح حاطين going to، وبعد كده الانفينيتيف المصدر، يبقى be going to والمصدر. طب تالت حاجة قال لي هتستخدمي ال present continuous. ايه ال present continuous ده؟ المضارع المستمر. هو ده اللي جابه هنا؟ هقول لك في الآخر. عندنا هنا ال present continuous هنستخدم be اللي هو برضو verb to be اللي هو am و is و are، وبعد كده هنحط الverb أو الفعل في ing. تمام؟ طب أنا دلوقتي بقى هديك مفاتيح لكل حاجة عشان تعرف تحلهم بمنتهى السهولة. تعالى كده نشوف إيه المفاتيح بتاعتنا أو إيه الكلمة اللي هتميز كل واحدة في دول. والمصدر أنا هسميها 3 حاجات. إيه هما؟ هسميها دلوقتي وعد، إحساس. احفظ بقى الكلمات دي عشان هتجيب معاك من الآخر. هسميها إيه؟ دلوقتي وعد إحساس. طب be going to والمصدر هسميها ناوي. أنا عندي النية حاضرة. طيب be وverb ing هسميها متأكد. حلو كده؟ ده كده خلاصة الدرس. الفيوتشر والمصدر be going to الانفينيتيف وverb to be وكمان معاه verb ing. طيب تعالى بقى نمسك كل واحدة في دول نفهم ايه القصة بتاعتها. تعالى بقى دلوقتي نبدأ بأول حالة فيهم اللي هي مين؟ future with will. هنبدأ الأول بالfuture with will. هنتكلم الأول بwill. أول حاجة عايزاك تعرفها هي الفورم، وفورم يعني التكوين. طيب التكوين بتاعي بيكون ازاي؟ قال لي هتحطي subject، وسبجكت يعني فاعل، والفاعل ده يا إما noun اسم أو pronoun ضمير. بعد السبجكت هتحطي لي كلمة will، وwill أول ما تشوفها حط دايرة قد وشك. ليه احط دايره قد وشي يعني؟ اول ما اقول لك الكلمه دي ده معناه ان اللي انت حطيت عليه دايره هيجي وراه الفعل في الانفينيتيف، الفعل في المصدر من غير اي اضافات. طب حلو، اديني مثال بقى عشان افهم اكتر. هقول لك مثلا he will go to school tomorrow. هو هيروح المدرسه بكره. دي كده عندنا أول جملة. طب حلو، أنا كده عرفت الإيه؟ عرفت الفورم، عرفت التكوين. طب جميل،
المفروض ان انا اعمل ايه تاني او اعرف ايه كمان؟ المفروض ان انت تعرف النيجاتيف. نيجاتيف يعني النفي. ازاي ان انا انفي بقى الجمله اللي انت كاتباها فوق دي؟ عايزه مثلا اقول هو مش هيروح المدرسه بكره، اعملها ازاي؟ تعال اما اقول لك بمنتهى السهوله. هتكتب برضو تاني السبجكت، ادي الفاعل. طيب وبعد الفاعل هحط كلمه will زي ما هي، وهزود لها كلمه not. will not. طب فيها اختصار؟ كلمه won't. won't دي كده اختصار كلمة will not. طب ودول أكيد برضو خلاص عرفنا إن هيجي وراها الفيرب في الانفينيتيف، الفعل في المصدر. نفس الجملة دي هثبتها لك تحت، بس أنا هنا هنفيها. يعني هقول he won't go to school tomorrow. هو مش هيروح المدرسة بكرة. يبقى انت هنا كلمة will عرفت الفورم التكوين بتاعها، وعرفت النيجاتيف النفي بتاعها. طب ايه تاني اللي انا محتاج ان انا اعرفه؟ اهم حاجة انت محتاج تعرفها اليوسج. يوسج يعني الاستخدام. يوسج يعني الاستخدام. يوسج يعني الاستخدام. هو انا اصلا بستخدم will دي في ايه؟ بستخدم will في ايه؟ قال لي في 3 حاجات. ما تنساش ان will احنا كنا مسميينها دلوقتي وعد احساس. تعالى بقى نشوف ايه دلوقتي وعد احساس ده. قال لي هنا عندك اول حاجه الكويك decisions. يعني ايه يعني الكويك ديسيشنز دي؟ كويك ديسيشنز معناها قرارات سريعه، قرارات بتاخدها بسرعه. زي مثلا لما اقول لك oh no لا he fell down، ده وقع، I will help him، انا هساعده. هو انا كنت قاعد في البيت عماله افكر لو انا شفت ولد واقع هساعده ولا لا؟ اكيد لا طبعا. انا شفت الولد واقع قدامي فعلى طول قلت ايه؟ انا هساعده. ده قرار سريع. طب هديك اكزامبل كمان. لما يجي يقول لك I'm hungry، أنا جعان، صح؟ I will make a sandwich، أنا هعمل ساندويتش. هو أنا كنت قاعد عمالة أفكر إن أنا لو جعت هعمل ساندويتش ولا لأ؟ لأ برضه، ده قرار سريع. أنا جعت قمت عملت ساندويتش. طب مثال كمان I have a headache، أنا عندي صداع. I will make some coffee. إيه؟ I will make some coffee يعني إيه؟ هعمل لي بعض القهوة، هعمل لي شوية قهوة. كنت قاعد برضه بفكر لو أنا صدعت هعمل قهوة ولا لأ؟ لأ. ده اسمه إيه؟ ده اسمه quick decision، قرار سريع. طب إيه كمان؟ ده بقى اللي إحنا بنسميه دلوقتي. إيه دلوقتي ده؟ حاجة دلوقتي، هو وقع دلوقتي فأنا قومته، أنا ساعدته. أنا دلوقتي جعت فبناء عليه أخدت قرار سريع إن أنا عملت ساندويتش. دلوقتي أنا صدعت فأخدت قرار سريع إن أنا عملت قهوة. طب تاني واحدة عندنا هنا، في تاني واحدة البروميسز. وكلمة promises معناها الوعود. معناها ايه؟ الوعود. انا بوعدك بحاجه، زي مثلا انا دلوقتي ساعدت الولد ده وقومته فلقيته متعور، فهو كان خايف فقلت له ايه؟ don't worry، ما تقلقش، I will call your mother. يعني ايه I will call your mother؟ هكلم لك مامتك. انا هنا عملت ايه؟ هنا انا اديته promise، اديته وعد ان انا هكلم له مامته. طب جمله كمان، لما اجي مثلا ماما تدخل عليا كده تلاقيني نايمه ومش شاغله بالي باي حاجه، ومخليه الاوضه بتاعتي تضرب تقلب، فتقعد تصحيني من النوم وتقول لي قومي روقي الاوضه اللي انت نايمه فيها دي، ايه اللي انت عاملاه ده؟ فانا طبعا صاحيه مش فايقه كده، مش مستوعبه اصلا هي بتقول لي ايه. فاقول لها I swear، I swear I will tidy the room when I wake up. When I wake up يعني ايه؟ فتحت عيني كده بنص عين، رحت قايله لها ايه؟ يا ماما اوعدك ان انا لما هصحى من النوم
هرتب الأوضة. هنا أنا عملت إيه؟ عملت وعد. طب another example، مثال كمان، صحابي عمالين يزنوا عليا عشان أروح معاهم البلاي ستيشن وأنا عندي امتحانات، هسيب الامتحانات وأروح؟ أنا عارفة إن أنتوا بتعملوا كده، بس يعني المفروض ما ينفعش. فأنا هقول لهم إيه؟ أنا هوعدكم إن أنا لما أخلص امتحانات هروح معاكم البلاي ستيشن. We will go to the PlayStation. هنروح البلاي ستيشن when I finish my exams. لما أخلص امتحاناتي. هنا برضو أنا عملت وعد، اديتهم كلمة. يبقى آدي أهو تاني استخدام لويل اللي هو الوعد. طيب يلا بينا بقى دلوقتي على تالت واحدة، وهي إيه؟ قال لي تالت واحدة اسمها prediction without evidence. وكلمة prediction without evidence معناها التنبؤ بدون دليل. أنا بتوقع حاجة بس أنا ما عنديش دليل دلوقتي عليها. زي إيه مثلا؟ الميس بتاعتنا مأكدة إن إحنا عندنا امتحان وكله عارف ده. يجي كده واحد صاحبي وإحنا في الدرس قبل ما الميس تيجي ويقول لنا إيه؟ يا جماعة ما تقلقوش، I think، أنا أعتقد، I think there is no exam today. ما تقلقوش يا جماعة، أنا يعني أعتقد إن مفيش امتحان النهاردة. فإحنا نسأله طب يا ابني حد قالك؟ لا. طب يا ابني الميس كلمتك أو أنت كلمتها قالت لك إن مفيش امتحان؟ لا برضو. طب أنت بتقول الكلام ده بناء على إيه؟ هو بيعمل إيه؟ هو بيقول أي حاجة، بيقول أي كلام، أي حاجة. يبقى الأي حاجة دي اللي هو إحساس. هو عنده إحساس إن مش هيكون في امتحان، فهو قال أي حاجة، قال إن مفيش خلاص امتحان. فده كده اسمه إيه؟ تنبؤ من غير دليل. يبقى دول الثلاث استخدامات بتاعة كلمة will والإنفينيتيف. تعال أما أقولك، لو دلوقتي قلتلك أنا هشوف فيلم النهاردة في السينما، ده معناه إن أنا ناوية أشوف الفيلم ولا أنا جبت التذكرة ورتبت وخلصت كل حاجة؟ ده بقى بالظبط الفرق ما بين be going to وما بين ال present continuous اللي هو be والverb plus ing. تعالى بقى نفهم ايه الفرق ما بين الاتنين. لو انا دلوقتي جيت قلت لك I'm going to watch a movie tonight. ايه الكلام ده؟ يعني ايه I'm going to watch a movie tonight؟ بصوا، انا ما اشتريتش التذاكر وما رتبتش لاي حاجه، بس انا عندي النيه ان انا النهارده هتفرج على الفيلم في السينما، صح؟ حلو. يبقى طالما انا عندي النيه يبقى هتستخدم be going to. طب امال المثال التاني؟ قال لك I'm watching a movie. I'm watching a movie with my friend. هتفرج على الفيلم مع صاحبي at 7 p.m. الساعة 7. بصوا، احنا حجزنا التذاكر ورتبنا وظبطنا كل حاجة وهنتفرج مع بعض على الفيلم الساعة 7. يبقى لو انا رتبت هستخدم ال present continuous اللي هو verb to be والفعل معاه ing اهو. هنا عندك verb to be و going to والمصدر، لكن في الجملة التانية عندك verb to be وال ing على طول وشكرا. يبقى أنا لو ناوي be going to، لو أنا رتبت verb to be ing. طب تعالى كده نعرف الموضوع بشكل أوسع شوية. أول حاجة هبدأ بيها اللي هي ال future with be going to. future with be going to. هعمل ايه انا بقى هنا؟ سهلة وبسيطة. اول حاجة هتعرفها اللي هي الفورم، وقلنا فورم معناها التكوين. طيب ايه هو التكوين؟ قال لي هتقسمي السبجكت اللي بتبدأي بيه الجملة لثلاث حاجات. هتقسميه ل I، ادي السبجكت اهو، هقسمه لثلاثة، ل I وهي وشي وإت وأني singular noun أي اسم مفرد، وذي ووي ويو وأني plural noun أي اسم جمع.
بعد دول هحط مين؟ هحط be اللي هو verb to be. طب I بتاخد am، he و she و it is، they و we و you are. وبعد كده هروح حاطط كلمة going to. وبعد going to يجيلك الفعل في الانفينيتيف في المصدر، to وراها مصدر على طول. يبقى احط السبجكت verb to be going to والانفينيتيف. طب انا لو عايز انفي دي كده في الاثبات، طب انا لو عايز انفي هعمل ايه؟ سهله وبسيطه ومش محتاجه اي حاجه. بعد am و is و are هحط كلمه not. هقول am not is not are not. انا كده خلاص نفيت. طب ناخد جملتين على الموضوع ده. هنا he is going to visit أسوان. هو هيعمل ايه؟ هو هيزور أسوان، هو عنده النية. احنا قلنا ان be going to اسمها ناوي، انا ناوي ان انا اعمل الحاجة دي. طب هنا في النفي هقول he isn't going to visit أسوان. هو مش هيزور أسوان، هو ما عندوش النية أصلا. يبقى ده كده في النفي وفي الإثبات. طب نخش على اللي بعده. إيه اللي مطلوب مني أعرفه تاني في be going to؟ أهم حاجة الاستخدامات، اليوسج بتاعتها. قال لي يعني يوسج يعني الاستخدام. طيب إيه هي استخداماتها؟ برضو استخداماتها 3 حاجات. ال3 حاجات بيتلخصوا في الانتنشنز intentions يعني النوايا، أنا عندي النية. زي مثلا لما أقول لك she is going to the gym after school، هي هتروح الجيم بعد المدرسة. هي عندها النية وعارفة إن هي رايحة الجيم، ولكن هي مرتبتش لأي حاجة. قال لي ممكن تقولي الجملة اللي بنكررها كل سنة اللي هي I'm going to learn a new language this year. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ناوي ان انا اتعلم لغة جديدة السنة دي، انا هتعلم لغة جديدة السنة دي، انا عندي النية بس انا لسه مرتبتش. يبقى اول حاجة عندنا الانتنشنز. طيب وبعدين غير الانتنشنز بقى؟ قال لي تاني حاجة عندك البلانز، وبلانز يعني الخطط. طب يعني ايه بقى الخطط دي؟ يعني مثلا لما اقول لك we are going to visit our relatives next week، احنا هنزور اقاربنا الاسبوع الجاي. انا عندي النية ان انا ازورهم، ولكن انا لسه ما حددتش اي حاجة ولا رتبت معاهم. طب جملة كمان لما اقول لك she is going to the mall، هي هتروح المول to buy عشان تشتري something شيء ما for an occasion، هي رايحة المول عشان تشتري حاجة لمناسبة عندها. تمام؟ دي كده الخطة بتاعتها، هي مخططة ان هي رايحة المول عشان تجيب حاجة المناسبة. طب هل هي مرتبة؟ هل هي عارفة هتروح الساعة كام مثلا، هتروح امتى؟ لا، هي مش مرتبة لأي حاجة، بس هي عندها ايه؟ عندها النية. طب تالت واحدة وأهم واحدة كمان. تالت واحدة قال لي بقى عندك البريدكشن، برضو التنبؤ، بس المرة دي with evidence، بدليل. احنا قلنا التنبؤ بدون دليل، لكن هنا في be going to انا بتنبأ بدليل. زي ايه مثلا؟ انا دلوقتي طلعت كده بصيت من البلكونه لقيت الجو مغيم على الاخر، حلو، فانا هقول لك ايه؟ it's going to rain soon. It's going to rain soon، هتمطر قريب. ليه؟ عشان it's cloudy. الدنيا مغيمة. It's going to rain soon، هتمطر قريب. طب جملة كمان. You see the traffic
شايف الزحمة we are going to be late for class، احنا هنتأخر على الدرس. طب ايه الدليل بتاعك؟ ان انت شايف السكة زحمة قدامك، فانت طبيعي هتتأخر على الدرس. يبقى احنا دلوقتي كده خلصنا اللي هي be going to. طب الحاجة التانية اللي بتلخبطنا برضو اللي هي the present continuous. The present continuous for future arrangements. طب ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ايه الحزن اللي احنا فيه ده؟ ايه الكلام الغريب ده؟ لا ولا حزن ولا اي حاجة. عندك ال present continuous with future arrangements اللي هو المضارع المستمر عشان تتكلم بيه عن الترتيبات المستقبلية. ان احنا قلنا خلاص واتفقنا ان انا لو ناوي اعمل الحاجة يبقى be going to، لكن انا لو مرتب لها يبقى verb to be plus ing اللي هو المضارع المستمر. طب هنا ايه التكوين بتاعه؟ بمنتهى السهولة. التكوين برضو هتحط السبجكت، هتحط الفاعل، هتحط السبجكت الفاعل، والسبجكت عندك قلنا متقسم 3 حاجات خلاص، اللي هو I وهي وشي وإت، وعندك كمان they ووي ويو. بعدهم هيجيلي مين؟ هيجيلي verb to be. I هتاخد am، he وشي وإت هياخدوا is، they ويو هياخدوا are. شكرا. طب وبعدهم هيجيلي الفيرب معاه ing، وحذاري حذاري حذاري تلاقي ام واز وار تحط لي وراهم الفعل في المصدر لو سمحت. الفعل وراهم بيجي فيه اضافات اللي هي الاي ان جي. طب احنا اتعودنا لو انا عايزه انفي المنظر ده هعمل ايه؟ بعد ام واز وار سهله هروح حاطط كلمه نوت بس كده خلاص. هتستخدمه في حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ اول حاجه قال لي future plans. ايه هي الفيوتشر بلانز دي؟ الخطط المستقبليه، وخطط مستقبليه قريبه اللي هو المستقبل القريب يعني. طب ايه الكلام ده؟ لما اجي مثلا اقول لك they are flying to Dubai next summer. هم هيسافروا دبي الصيف الجاي. هم ايه؟ هيسافروا دبي الصيف الجاي. دي بقى حاجة متأكدة، معاهم الباسبور، ظبطوا كل حاجة ورتبوا كل الإجراءات وخلاص، ما فاضلش أي حاجة عندهم غير إن الوقت يجي ويسافروا. يبقى أنا هنا عملت إيه؟ أنا هنا متأكد. أنا هنا مالي؟ متأكد إن أنا خلاص كده كده مسافر. أنا ما عنديش النية بس، ده أنا مجهز كل حاجة. طب تاني حاجة بقى بستخدم فيها ال present continuous في ال future. تاني حاجة arrangements، الترتيبات arrangements with others، ترتيبات مع الآخرين. أنا مرتب مع ناس تانية إن أنا هعمل حاجة قريب في المستقبل القريب. طيب زي إيه مثلا؟ زي لما أقول لك I'm having lunch with my friends tomorrow. أنا هتغدى مع أصحابي بكرة. طب إيه يعني الفرق؟ هنا قال لك verb to be ووراه ing، يعني ده مضارع مستمر عشان أتكلم بيه عن المستقبل. هنا أنا مرتب ومحدد الميعاد وحاجزين مثلا في المكان ومظبطين كل حاجة وخلاص إحنا رايحين. أنا متأكد إن إحنا رايحين. تمام؟ يبقى أنا لو ناوي هختار be going to، لو أنا متأكد هختار verb to be و ing.